من لاعب متألق لاعب مهدد بالقتل من طرف جماهير الفريق ديالو، وايضا نزول المستوى ديالو بشكل اللي هو كبير بزاف. عبد الحميد الصابري لاعب اللي كان مهم بزاف في الصفوف ديال المنتخب المغربي في كاس العالم، هو واحد من افضل اللعابه ديال الدوري الايطالي. غادي يدوز من واحد الفتره اللي غادي يعاني منها بزاف ديال المشاكل، غادي تخلي المسيره ديالو تهبط بشكل اللي هو مفاجئ. ولا بزاف ديال الناس كيطرحوا تساؤلات على فين ولا كيلعب، واش يقدر يحيي المسيره ديالو من جديد، وشنو هما الاسباب اللي غادي تخلي الجماهير الايطاليه باش تهدو بالقتل. فهادشي هو اللي غادي ندويو عليه في هذا الفيديو هذا. غادي ندويو على القصه ديال الصابري وشنو وقع له من مورا المونديال، واش يقدر يحيي المسيره ديالو. فاسمع لهادشي. القصه غادي تبدا في نهار 12 سبتمبر 2022، اليوم اللي غادي يعلن فيه والد الركراكي على اول لائحه غادي يتم الاستدعاء ديالها تحت الاشراف ديالو، استعدادا للمباراتين الوديتين اللي غادي يتقاموا اسبانيا ضد تشيلي والباراغواي. في ذاك اللحظه بزاف ديال الناس غادي يتساءلوا على الهويه ديال هذا اللاعب هذا، لحيتاش الجمهور المغربي غادي يسمع سميتو لاول مره، فهو ما غادي يلعب حتى شي مباراه مع الفئات السنيه ديال المنتخب، بحيث الاعوام اللي فاتوا كان كيلعب مع الفئات السنيه ديال المنتخب الالماني بحكم انه غادي يترعرع في المانيا. ولكن بسبب التألق ديالو مع نادي ساندوريا غادي يتم الاستدعاء ديالو من طرف والد الركراكي. وتخيل في اول مباراه له مع المنتخب المغربي غادي يسجل اول هدف ديالو، هدف اللي كان واعر بزاف. هنا غادي يشوفوا الجمهور المغربي وغادي يعرف الامكانيات ديالو الكبيره، وموراها غادي يكسب الثقه ديال المدرب، وغادي يكون في اللائحه النهائيه مع اللعابه اللي غادي يلعبوا كاس العالم ديال 2022. مع الدخول ديالو في المباراه الثانيه ضد بلجيكا غادي يمارك الهدف الاول ديال الاسود في المونديال، حتى انه غادي ينفذ ركله الترجيح بنجاح ضد المنتخب الاسباني. مهمه ما غاديش تحبس غير هنا، حيتاش غادي يسجل الهدف ديال الفوز في المباراه الوديه ضد المنتخب البرازيلي. هادشي كامل جا مع التزامن مع التالق ديالو الكبير مع الفريق ديالو سامدوريا. وبالرغم من الاداء ديالهم السيء في الدوري الايطالي الا ان الصابري غادي يكون نقطه الضوء الوحيده في ذاك الفريق، وبسبب التالق ديالو الكبير مع المنتخب ولا حتى مع الفريق ديالو غادي تجي بزاف ديال العروض من عند انديه مختلفه، وخاصه في التالق ديالو الكبير مع المنتخب في المونديال غادي يجيو بزاف ديال العروض في انتقالات الشتويه ديال عام 2022 2023. الا انه غادي يختار باش يبقى في ايطاليا وتحديدا نادي فيورنتينا، وغادي يوقع مع الفريق عقد المده ديالو 3 ديال السنوات، ولكن بشرط غادي يكمل ذاك الموسم مع الفريق ديالو سامدوريا حتى يسالي الموسم، ويجي الموسم اللي موراه غادي يلتحق بالنادي ديالو الجديد. الا ان هذا القرار اللي غادي ياخذ غادي يكون البدايه ديال المشاكل للاعب الصابري. فمن بعد الاعلان على هذا الانتقال كلشي غادي يقول بانها خطوه مزيانه للاعب، خصوصا غادي يكون في الاوج العطاء ديالو، ولكن غادي يوقع العكس، حيتاش غادي يدخل في مشاكل كبيره مع المدرب ديالو. وماشي غير هادشي، غادي يدخل في مشاكل حتى مع الجمهور ديال سامدوريا. ولكن في الاول المشاكل غادي تبدا من عند المدرب اللي بدون سبب وحتى شي مبرر غادي يبدا يهمش اللاعب المغربي. والمشكل الاكبر كان كيحيدو حتى من اللائحه ديال اللاعبين المستدعات للمباراه. فالصابري ما غاديش يبقى ساكت وغادي يبغي يعرف السبب ديال التهميش ديالو، ولكن المدرب ما كانش كيعطي شي تفسير لهاد القرارات ديالو. وتخيل غادي يرفض الفكره باش يكون اجتماع بينه وبين اللاعب. هنا المشكل غادي يكبر وغادي يوصل للاعلام اللي غادي يخرجوا بزاف ديال الاخبار كاذبه كتفسر السبب ديال التهميش والاستبعاد ديال اللاعب المغربي. ولكن اقرب سبب منطقي اللي كان هو التوقيع ديالو مع نادي فيورنتينا، خصوصا مع الظروف اللي كان كيعيشها النادي في ذيك الفتره، والامر اللي ما غاديش يعجب المدرب ديال الفريق وغادي تبان لحيت طول فتره انتقالات الشتويه ومين كان الاعلان ديال انتقال الصابري لفيورنتينا، واللاعب ما غاديش يبدا يدخل اساسي، وغادي يبدا المشاكل مع المدرب واللي غادي يشارك غير في مباراتين كاساسي، وحده منهم غادي يتعرض فيها بزاف ديال صافرات الاستعجاء من عند الجماهير ديال النادي. الاغرب من هذا الشيء هو غادي يتم الاستبدال ديالو في الشوط الاول وتحديدا في الدقيقه 35 بسبب شي تغييرات تكتيكيه. بطبيعه الحال الامور غادي تزيد تفاقم من عند النجم المغربي، وخاصه غادي يخرج المدرب ديال ساندوريا بتصريحات اللي كيهاجم فيها الصابري، اللي غادي يقول بان الصابري كيلعب بحال شي طفل في الملعب، وقال بان خاصو يكون اكثر تنظيم في الميدان. ما بغاش يعاود يدوي مره اخرى على الموضوع ديال هذا اللاعب. تصريح غادي يكون صادم بالنسبه لهذا اللاعب اللي بزاف ديال التقارير الصحفيه قالت بان الاداره ديال نادي سامدوريا غادي دير بزاف ديال المحاولات باش تصلح ما بين اللاعب والمدرب، ولكن ما غادي يكون حتى شي تطور في هذا الموضوع هذا، وغادي تبقى الامور كما هي. خصوصا ما غاديش يستدعي بزاف
بزاف ديال المباريات من بعد هاد الجلسه اللي داروا. واللي غادي يزيد من الحده ديال هاد المشاكل هو الجمهور ديال نادي سامدوريا اللي كانوا كينعتوه باقبح العبارات والصفيرات اللي ما كانتش كتحبس كل مره كان كيشد الكره. الكراهيه اللي غادي تكون ما بين اللاعب والمدرب غادي توصل للجمهور، والسبب اللي كان واضح اللي هو الانتقال ديالو لنادي فيورنتينا، واللي كانوا كيقولوا بان اللاعب خانهم حيت غادي يمشي في فتره اللي كان الفريق كيعاني في مراكز الهبوط. اكثر من هادشي كامل كانوا تهديدات كيوصلوهم من هذا الجمهور الايطالي ديال القتل سواء في الملعب او في مواقع التواصل الاجتماعي. فاي واحد غادي يكون خايف على راسو حتى على العائله ديالو. واللي غادي يزيد يعقد المأموريه هي المباراه اللي غادي تجمع ما بين سامدوريا وفيورنتينا، حيت في النهايه ديال المباراه غادي يقدم القميص ديالو لواحد المشجع صغير واللي كان جالس في المقاعد ديال الجمهور ديال فيورنتينا. الطفل كان مغربي وكان طلب القميص ديال اللاعب، فالجماهير ديال نادي سامدوريا ما غاديش يتقبلوا الامر وغادي يتعداو عليه بمختلف الالفاظ حتى الكلام القبيح، وعاوتاني غادي ينهالوا عليه بزاف ديال التهديدات في مواقع ديال التواصل. فاللاعب غادي يخرج وغادي يدوي على هذا المشكل اللي وقع، وغادي يقول بان السبب علاش عطى القميص لهذا الطفل هذا حيت كان طفل مغربي وكان طلبوا ليه قبل المباراه. ولكن واخا التبريرات وهذا السبب اللي قال، الجماهير ديال نادي سامدوريا ما غاديش يتقبلوا الامر وغادي تستمر تعاملها لا اخلاقي مع اللاعب. انا الصابري ما غادي يبقى عنده حتى شي خيار، ومع اتفاق مع الاداره ديال نادي ديال سامدوريا ما غاديش يكمل الموسم ديالو وغادي يرجع لالمانيا المكان ديال العائله ديالو. وهادشي من بعد التهديدات اللي كانت خايبه بزاف من هذا الالتراج ديال النادي الايطالي، وتزامنا مع هذه الفتره الصعيبه اللي كان كيدوز منها عبد الحميد. وليد ركراكي ما غاديش يبدا يعيط له، وكان اخر استدعاء ليه مع المنتخب كانت مباراه ضد منتخب جنوب افريقيا في اطار تصفيات ديال كاس افريقيا وفي البدايه ديال الموسم 2023 2024. وكان كلشي كيسحاب له بان الصابيري فاش غادي يمشي فيورنتينا غادي يرجع المستوى ديالو. نادي فيورنتينا غادي يتصيفطوا اعاره، وتحديدا نادي فيحاء السعودي لموسم واحد، والسبب كان هو باش يرجع الامكانيات ديالو ويرجع الايقاع ديال المباريات من بعد ما غادي يفقدها بسبب التهميش ديالو من طرف المدرب من طرف الفريق ديال سامدوريا. فخطوه كانت كتبان ذكيه من عند النادي ديال فيورنتينا وكذلك اللاعب باش يرجع المؤهلات ديالو كامله والمستوى ديالو. ولكن فاش غادي يمشي لنادي فيحاء غادي يتعرض لواحد الاصابه اللي كانت خطيره بزاف، وغادي يلعب معاهم الموسم كامل 23 مباراه اللي غادي يسجل فيها 7 ديال الاهداف وغادي يعطي 7 ديال التمريرات في الموسم كامل. وفاش غادي يسالي هذا الموسم وغادي يرجع لفيورنتينا، المشكل اللي كان فيورنتينا ما غاديش تبقى باغياه وغادي يصيفطوه مرة أخرى إعارة للنادي أجمان الإماراتي. وهادشي كان في هذا الموسم هذا. ففي هذا الموسم غادي يلعب معهم بحال 4 ديال المباريات اللي غادي يماركي بيت واحد، ولكن غادي يفسخوا معاه العقد. وفي هذه الانتقالات الشتوية ديال 2025 صابيري غادي يمشي مرة أخرى كإعارة للنادي التعاون السعودي، وهو حاليا في هذا الموسم كيلعب معهم، ولحد الآن غادي يلعب معهم 4 ديال المباريات اللي غادي يماركي فيها بيت واحد. فعبد الحميد الصابيري كان غادي يكون واحد من أفضل اللاعبين للمنتخب وحتى مع النادي ديالو فيورنتينا، ولكن كثرة الإصابات والتهميش ديالو مع الفريق ديالو سامدوريا حتى عدم الثقة ديال الفريق ديالو الجديد فيورنتينا المؤهلات ديال اللاعب غادي يطيح المستوى ديالو بزاف، ونقدروا ما عمرنا نعاودوا نشوفوا الصابيري بالقميص ديال المنتخب المغربي. ولكن كنا كنعرفوا المقومات الكبيرة اللي كيمتلكها هذا اللاعب، والأداء والعطاء الكبير حتى القتالية اللي كيقدمها في الملعب سواء مع المنتخب المغربي أو مع الفريق اللي كيلعب فيه. وكنتمناو انه يرجع للمستوى ديالو مره اخرى، يعاود يحيي المسيره ديالو، حيت اللاعب تقريبا مازال صغير في حرف عمره 28 عام وقاد يرجع للدوري الايطالي، وعلاش لا نشوفوه مره اخرى مع المنتخب المغربي. فهادشي اللي كان في هذا الفيديو. حاولنا ندويو في هذا الفيديو على سبب اختفاء الصابيري وعلاش ما بقيناش كنسمعوا عليه، والسبب ديال التهديدات بالقتل من عند الجماهير الايطاليه. فكنتمنى يكون عجبك الفيديو. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد لايك، تابونا في لاشين، تبارطاجيه مع صحابك. تهلاو.